النهاردة هنحكي عن فنان عظيم، هو الفنان الكبير زكي رستم. اسمه الحقيقي محمد زكي محرم محمود رستم. اتولد في 5 مارس 1903، يعني مواليد برج الحوت، مصري الجنسية. اتولد في قصر جده اللواء محمود رستم باشا بحي الحلمية، اللي كان بيسكنوا في الوقت ده الطبقة الأرستقراطية بس. وكان والده محمد بيك رستم عضو بارز في الحزب الوطني وصديق للزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد. أخذ البكالوريا 1920 ورفض يكمل الجامعة، وخصوصا كلية الحقوق اللي والده كان بيتمنى ان هو يدخله، لكنه اختار التمثيل. وفي 1924 فاز بلقب بطل مصر في حمل الأثقال الوزن التقيل. وتعرف على الفنان عبد الوارث عصر اللي ضمه لفرقة الهواة المسرحية، ودي كانت نقطة التحول في حياته. وبعد وفاة والده اتمرد على تقاليد أسرته العريقة وأعلن انضمامه لفرقة جورج أبيض. فطردته أمه من السرايا لأنه مثل سيء لإخواته وخصوصا البنات، وخيرته بين الفن وإنه يلتحق بكلية الحقوق، لكنه اختار الفن. وأصيبت والدته بالشلل حتى وفاتها، وانضم لفرقة عزيز عيد وتركها بعد كده وانضم لفرقة اتحاد الممثلين. والفرقة دي كانت الحكومة بتقرر لها إعانة ثابتة، لكنه ما استمرش فيها طويل، وانضم بعد كده للفرقة القومية وكان بيرقصها الفنان خليل مطران. ظل فيها 10 أعوام، اختار المخرج محمد كريم في فيلم زينب عشان يشارك البطولة، وده كان فيلم صامت تأليف حسين هيكل وإخراج يوسف بيك وهبي، وكان أمام الفنانة بهيجة حافظ. بلغ عدد أفلامه 240 فيلم، لكن المشهور منها كانوا 55 فيلم هم دول الموجودين، زي العزيمة، زليخة بتحب عاشور، إلى الأبد، الشرير، خاتم سليمان، عدو المرأة، ياسمين، معلش يا زهر، بائعة الخبز، الفنون، امرأة على الطريق. آخر أفلامه كانت أجازة صيف، وبعدها اعتزل الفن لأنه كان فاقد سمعه. كان مع فريد شوقي ونيلي. كتب عنه كتير من الكتاب وأهمهم فكتب عنه جورج سادول المؤرخ والناقد السينمائي الفرنسي إنه فنان قدير ونسخة مصرية من أورسون ويلز بملامحه المعبرة، وعلى قدرته في تقمص الشخصية وملامحه المعبرة ونظراته المؤثرة. اختارته مجلة باري ماتش في أفضل 10 ممثلين عالميين، وأطلق عليه رائد مدرسة الاندماج لأنه كان قادر أنه يتقمص شخصية مهما تعددت حالته النفسية ومواقفها المتقلبة والمتلونة. سيدة الشاشة العربية قالت عنه كلام كتير، كان أهمها إن هو لما بيندمج كانت بتخاف من زقته لأنه كان بيطيرها زي ما بتقول في الهوا، فكانت معظم مشاهده بعد ما بيخلصها وبعد انتهاء التصوير كان تصفيق حاد من وراء الكاميرا. اتعرض عليه فيلم عالمي من شركة كولومبية لكنه رفض، ولما سألوه قال لهم ازاي، وكان غضبان قال لهم ازاي ان انا اقبل فيلم يتعمل كان ضد العرب. الفن عنده كان البلاتو وبس، وكل الصلة بتنقطع بعد خروجه من البلاتو، عشان كده ما كانش عنده أصدقاء إلا سليمان باشا نجيب، ده الصديق الوحيد له، وعمره ما فكر بالجواز. كان عايش وحيد في عمارة يعقوبيان بشقة في شارع 26 يوليو، وكان كان بيأنس وحدته خادم عجوز قضى معاه 30 سنة، وكلبه الولف. حصل على وسام الفنون والعلوم والأدب من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عام 1968، وتوقف نهائي عن التمثيل واعتزل الناس بعد ان فقد سمعه.
وكان بيقضي وقته بعد فقد سمعه كله في القراية. وبعد كده أصيب بأزمة قلبية حادة، نقل على أثرها إلى المستشفى في دار الشفاء في ساعة متأخرة من ليلة 15 فبراير 1972. صعدت روحه ولم يشعر به أحد. واللي كتير ما يعرفوش إن الفنان زكي رستم هو عم المذيعة المشهورة ليلى رستم وخال الممثلة ماجدة الخطيب. وقالت عنه المذيعة ليلى رستم إن ثروته راح نصها أخدها عبد الناصر في التأميم، واللي قالت عنه إن هو بعد ثروته أما خسرها اتبرع بالنص التاني للفن، لأنه كان بيحب الفن جدا، وعاش وحيد طول عمره ومات برضه وحيد، حتى جنازته ما حضرهاش ناس كتير. ودي الفنانة ماجدة الخطيب اللي هو خالها. رحم الله الفنان الكبير زكي رستم وأسكنه فسيح جناته. والنهاردة الذكرى السنوية لل49 له. رحم الله الفنان الكبير، وأترككم مع بعض أعماله.